ازاي تحط الفيديو ورا الكتابة في ادوب بريمير برو؟ يلا بينا. النهارده هنشرح ازاي نخلي الفيديو الظاهر قصادنا ده ورا التكست اللي احنا هنستخدمه. فاول حاجة نعملها اروح على جرافيكس واروح على نيو لاير ونضغط على تكست. هنلاقي تكست ظهر قصادنا بالشكل ده. طبعا في طريقة تانية انك تستخدم التكست تول وبعد كده تعمل بوكس وتقوم جاي كاتب جواه. شرحت انا الطريقة في فيديو قبل كده، هتلاقي اللينك بتاعه في الاي فوق. وبعد كده هروح على ويندو، نختار Essential Graphics، هظهر الخانة دي على اليمين. طبعا هي ممكن تكون كانت ظاهرة قصادك على اليمين، بس هي ايه، انا عشان كنت قافلها فاضطريت اروح على ويندو عشان افتحها. اتأكد احنا ضاغطين على التكست او عاملينه سيلكت وروح على Edit اللي هنا دي. هيظهر قدامنا حاجات كتير. اول حاجة ممكن نعملها ان احنا نصغر التكست شوية. هتلاقوا هنا من هنا ممكن تتحكم في التكست، ممكن تعالى نصغره لغاية ما يبقى ايه على قد الشاشة. نقوم رايحين بالسلكشن تول محددينه عشان نشوفه كده. ممكن كمان نصغره من هنا كده لغاية ما يبقى على قد الشاشة. نقوم رايحين على السلكت تول ونضغط جوه الصندوق عشان نغير الكتابة ونكتب اللي احنا عايزينه. على سبيل المثال هنخليه ايه، تكست. هنقوم واخدينها ونقوم حاطينها في نص ايه، الفيديو بتاعنا. طبعا انت ممكن بقى تلعب زي ما انت عايز في التكست هنا، ممكن ترجع تكبره تاني عشان يبقى بالشكل اللي انت عايزه. وممكن كمان بدل ما تقعد تظبط مكانه بايديك ممكن تقوم ضاغط هنا كده، دي هتخليه يتسنتر فيرتيكال، وبعد كده تقوم ضاغط على اللي جنبها هتخليه يتسنتر هوريزونتال فيبقى في نص الشاشة بالظبط. ممكن تانيك بقى ايه تظبطها زي ما انت عايز. ممكن تغير الفونت من هنا كده. انا هستخدم فونت النهارده اسمه امباكت. لو عملت سيرش عليه زي كده ممكن ايه تلاقوه، هتلاقيه موجود على بريمير، مش محتاجين تحملوه. ممكن بقى نرجع نكبره تاني زي ما احنا عايزين بقى، وبعد كده ايه نسنطره تاني في نص الشاشة. وبكده نكون عملنا اول خطوة ان احنا نخلي التكست على الفيديو. بعد كده هنخليه على قد الفيديو بالظبط، ونروح على الافكتس، خانة الافكتس هتلاقوها هنا كده، ونعمل سيرش على حاجة اسمها تراك مات كي. هنقوم واخدينها عاملينها دراج اند دروب وحاطينها على الفيديو مش التكست. وركزوا في الحتة دي، على الفيديو بالشكل ده كده. طبعا هو تلقائي يودينا على افكت كنترولز، فاقوم نازل هنا هروح على حتة الافكتس، هلاقي حاجة اسمها مات، هنلاقي جنبها كده نون، هنقوم ضاغطين ومخلينها فيديو 2. طبعا ليه اخترت فيديو 2؟ عشان دي الخانة اللي عليها التكست بتاعنا اللي هو ايه فيديو 2 مكتوب هنا. طبعا لو نقلته هنا فيديو 3 مثلا ممكن ارجع اغيرها من هنا تاني، احدد الفيديو وارجع اغيرها من هنا تاني اخليها ايه فيديو 3. هيعمل نفس الافكت بالظبط. نجرب نشغل فيديو كده هنلاقيه بالشكل ده كده. طبعا احنا ممكن نقف هنا خلاص، بس انا عملت افكت حلو في اول فيديو ان هو يبقى كبير خالص وبعد كده يرجع يصغر يبقى بالشكل ده. فعشان نعمل كده هنستخدم نفس الحركه اللي احنا استخدمناها في فيديو الزومينج. لو انتم مشفتوش هتلاقوه في الاي فوق. هنقوم عاملين سيلكت للتكست وروح لاول الفيديو وروح على خانه السكيل ونضغط على الساعه اللي جنبها دي عشان يتكون لي كي فريم. وبعد كده نكبر في الفيديو بتاعنا لغايه ما يبقى بالشكل ده. وممكن كمان عشان نظبطها ممكن نروح على البوزيشن ونضغط على نفس الساعه برضو اللي جنبها ونحرك البوزيشن عشان يبقى ايه بالشكل ده. نرجع نكبر السكيل تاني نتحكم فيه لغايه ما يبقى ايه مش باين في الفيديو. وبعد كده نقوم شغالين الفيديو شويه ونوقف بعد حوالي ثانيتين 3 ونرجع نضغط على الريسيت بارامتر دي هرجعها زي ما كانت. نقوم ضاغطين كده وبعد كده نتاكد ان احنا رجعنا السكيل والبوزيشن. نيجي نشغل الفيديو كده هنلاقيه بالشكل ده. طبعا احنا ممكن نظبطها اكتر، هتلاحظوا والتكست بيصغر تلاقيه صغر بسرعه يعني بالشكل ده كده. فاحنا عشان نخليه يصغر وبعد كده في الاخر يصغر بالراحه عشان يبقى شكلها حلو ممكن نقوم عاملين سيلكت الاتنين دول كده، هنعمل عليهم رايت كليك، نروح على دي ونختار حاجه اسمها ايز ان. هنلاقي شكل الكي فريم بقى بالشكل ده كده. نيجي نشغله كده هنلاقيه بقى يرجع بالراحه وبقى شكله احسن من الاول. طبعا احنا ممكن بقى نزود حته انيميشن كده ان احنا في اخر الفيديو نعمل برضو كمان كي فريم بس نلعب في السكيل بس ونخليه 90.
لو نيجي نشغل فيديو هتلاحظوا ان هو بعد ما يصغر هتنيه يصغر بس بالراحة قوي، بيديها شكل لطيف وشكل انيميتد كده. وبكده نكون وصلنا لنهاية الحلقة. متنسوش تعملوا لايك للفيديو، تشتركوا في القناة، وتابعونا على صفحة الفيسبوك، واشوفكم الحلقة الجاية. سلام.